قررت الحكومة المصرية السماح ل3 قنوات فضائية دينية مسيحية ببث برامجها على القمر المصري نايل سات، وتحاول القنوات من خلال عملها توجيه رسائل إيمانية إلى المسيحيين الأقباط في مصر خاصة والعالم العربي عامة. التفاصيل في تقرير مراسلتنا أمل الحناوي. وأخيرا تنجح الكاتدرائية المرقسية في انتزاع موافقة رسمية على بث القنوات المسيحية عبر نايل سات. تعددت الآراء حول مغزى القرار، والنتيجة تقديم برامج رعوية لا أكثر ولا أقل كما تقول الكنيسة. في خطوة مفاجئة وبعد انتظار دام 5 سنوات، قررت الحكومة المصرية الموافقة على بث 3 قنوات مسيحية عبر القمر الصناعي نايل سات. باتت الكنيسة في بيوت الأقباط حتى وإن ابتعدت المسافات داخليا وخارجيا كما يقول الآباء في كاتدرائية العباسية. وتحاول قنوات الملكوت وأغابي وسي تي في خلال عملها توجيه رسائل إيمانية حتى الآن بعيدا عن إثارة مشكلة الأقباط في البلاد. الفترة اللي فاتت برضو شهدت أن الإعلام بدأ يتجه هجوم على الكنيسة، فبدأ المواطن المسيحي يحتاج لحد ينقل له تفاصيل كاملة، فبدأت القنوات دي زي أغابي وسي تي في تنقل كل ما يحدث داخل الكنيسة. لو مثلا بابا سافر حصل مشكلة فبتنقلها عن طريق في بعض البرامج فيها بتنقل الكلام ده. لكن فضاء نايل سات المكتظ بالقنوات الدينية الإسلامية منها والمسيحية ربما يثير مخاوف لدى البعض من نشوء حرب فضائية تعتمد على الدين كمادة حيوية للتناول يمكن من خلالها تحقيق نسبة عالية من المشاهدين، ومن ثم يقع الجميع في المحظور. لدخول الجنة. وضع ميثاق شرف ومدونة ميثاق شرف للإعلام الديني ألا يتضمن الطعن في عقائد الآخرين، ألا يتضمن التحريض على الفتنة الطائفية، ألا يتضمن التشكيك وبث روح الشائعات. ويأتي بث قناة أغابي عبر النايل سات كحافز لقنوات مسيحية أخرى بدأت بالتحضير للبث عبر القمر المصري، فيما تنطلق قريبا قناة خاصة بالشباب المسيحي في علامة على حماس إعلامي للقنوات المسيحية من أجل الانتشار في هذا البلد الذي تقدر نسبة المسيحيين فيه بنحو 8%، يعتنق معظمهم المذهب الأرثوذكسي بحسب تقديرات غير رسمية. أمل الحناوي، روسيا اليوم، القاهرة.